السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الادمين ديال صفحة موجه. اليوم ان شاء الله باذن الله غنهضروا على مسألة ديال اعادة التصحيح ديال الجهوي بالضبط. بزاف الناس يسولوا تقول بغيت ندير اعادة تصحيح، واش ممكن واش ماشي ممكن، واش غنخلص عليها الفلوس، واش غينقصوا عليا النقاط، واش غادي واش واش بامكاني ندير المواد كاملين فهمتي. كاين بزاف التساؤلات، نحاولوا ان شاء الله باذن الله نجاوبوا على الاغلب ديالها ان شاء الله باذن الله. بغيت نعلمكم اولا على انني هاد العبد الضعيف قدامكم، انا راني بزاف المرات استعملت اعاده تصحيح بالنسبه لخوتي الاخوه ديالي، درت معاهم بزاف المرات اعاده تصحيح. يعني شنو نقول لكم يا كاين انا صراحه يعني ما كنت نستافد منها. المهم كانوا تيجيبوا دي بون نوت، ولكن كنت نشدهم تنقول لهم، كنت نطمع بالكثر، كنت نقول لهم واش شاكين في شي ماده ناقصين لكم ولا لا. كاين اللي تكونوا شاكين في شي ماده ولا شي حاجه زعما التصحيح ما كانش هو هذاك. دفعت ثلاث مرات اعاده تصحيح ديال ثلاث خوتين في السيتيام في جهوي. واحد راه زادوه النقاط تبارك الله، وجوج ما زادوش النقاط وتيصيفطوا لك رساله مسنيه على انه فوالا ما كاينش، ما تزادوش النقاط. انا هادشي انا بغيت ننصحكم بهذه القضيه هذه، الناس اللي ماشي اللي باغي يديرها كوم صافي. لا، انا بغيت ننصح الناس اللي حاسب راسهم مظلومين بزاف، اللي كتسنى 15 كاع 6، اللي كيتسنى هاد النقطه المهم. وسيرتو هاد العام هذا كاين بزاف د الشكاوي، بزاف جاوني بزاف على الخاص وفي لي كومونتير، جاوني بزاف لي ريكلاماسيون ديال اولياء التلاميذ وديال التلاميذ براسهم كيبكيو على اللي في نفسيه مدهوره. يعني الله يحسن العوان وصافي. المهم بغيت نقول لكم على انكم عندكم الحق ديروا اعاده تصحيح، وان القانون تيخول لكم هاد القضيه، تيعطيكم الفرصه باش ديروا اعاده تصحيح، ولكن بشروط. الشرط المهم الشرط المهم قول لي واحد الدقيقه نشوف بلاتي. الشرط المهم هما كاتبين، قال لك ما خاصكش تفوت اسبوع. يعني للمترشح، هذا هو في القانون، للمكاتبين للمترشح الحق في ان يوجه شكايه الى اكاديميه انتمائه اذا صوره ما يفيد. قال لك وذلك داخل اجل لا يتعدى اسبوعا ابتداء من تاريخ الاعلان عن النتائج. على فوقاش اعلنوا على النتائج؟ اعلنوا عليها لو فوندردي. دونك الجمعه الجايه اخر اجل. ولا قلت الجمعه الجايه اخر اجل ما تعنيش على انه نهار الجمعه هذا نمشي، بالعكس نمشي قبل. وباش نزيد واحد الناس يسولوا على الوثائق وهذه، راه تدير طلب، ونصحكم ما يكونش طلب خطي. يعني انا شو كنستعمل طلب مكتوب على الاله الكاتبه، يعني تيكون واضح. ونصيحه ننصحكم، هذه نصيحه من عندي انا، ما تفوتوش جوج مواد. حاول جوج مواد ما تفوتوهمش كاع ان شاء الله. ما تكون ماده ولا جوج مواد بركه، باش ما تابيزوش شي شويه فهمتيني، باش تعطي واحد المصداقيه للطلب على التصحيح. ماشي يمشي يشوف واحد يقول ويلي هذا خمسه المواد اربعه المواد كاملين يلوح لك الدومون ديالك. لا، دير جوج مواد على الاكثر، جوج مواد، ماده او جوج مادات. اصلا الفرونسي معامله ربعه، يعني الا في المواد العلميه يعني كاين مجموع المعاملات هما 10، ومعامله ربعه ديال الفرونسي راه هي 40%. يعني الا زادتني نقطه تقريبا في الفرونسي تبارك الله راه هي كل شيء فهمتيني. يعني الفرنسيه راه ولا بد تكون. المهم امشي ولا بد تكون. المهم ننصحكم اللي حاسين انكم مظلومين فيها. بالنسبه للوثائق قلنا طلب خطي هذا طلب خطي عادي. بشي، انا ما نكذبش عليك، انا في الاول مره مشيت كاتب عمومي، قلت لي تكتب لي الطلب، من موراها وليت ندير منه كوبي كولي. مالوغوزمون ما عيت ما نقلب عليه ما لقيتش الطلب هذا، ما عرفت فين درتو. المهم طلب عادي موصل الى مدير الاكاديميه باش نكونوا واضحين. وهذا الطلب هذا تكتب فيه جوج مواد، في هذاك في الموضوع تكتب جوج مواد بحال هكا ولا ماده اعاده تصحيح ديالها. و... ومن ناحيه الوثائق دير واحد فوتوكوبي لا كارت ناسيونال ديالك انجليزيه، وغولفي ديال الريجيونال حتى هويا انجليزي. لو بروبليم هو انه
يقدر ما يوجدش لو رولفي ديالكم اطون، يعني ما يقدرش يوجد في الوقت المناسب. الوغ انا كاجتهاد مني ننصحكم واحد النصيحه، هو انه تشدوا داك النقط ديالكم اللي كاينين في لوفيس ديال التعليم بوان ام ا، ديال شد المواد كاملين، هادوك طبعوهم. هادوك شنو نقول لكم، هادوك ديرهم امبريميوهم، ديروا بتيراج امبريميوهم، وتزيدوهم مع لي بياس، مع الطلب، ومع فوالا مع داك النقاط، مع فوتوكوبي لاكارت. فوالا. نصيحة مهم، من الأحسن تمشي واحد المدير، فوالا تقول لها باغي ندير طلب إعادة تصحيح، دير الطومبي ليا هنايا، يعني تيطومبي لك في الدوموند ولا شي حاجة. سينون ماشي مشكل، تدفعوه. فين غادي تدفعوه؟ نصحكم ما تدفعوش النيابة. اللي دفعتو في النيابة ما يوصل لاكاديمي، المهم ما يقدر ما يوصلش كاع لاكاديمي. اول حاجه يقدر يوصل متاخر وما يعقلوش عليكم. نصيحه ننصحكم، وكما كنت ندير انايا، يعني تندفع هذاك الشيء رسميا. شنو تندير؟ تنمشي للاكاديميه، وفين تنحط؟ تنمشي للمكتب الضبط، بيرو دوردر، تنمشي لمكتب الضبط وتنحطها تما في مكتب الضبط. اللي تيشدها تعتبرها كمراسله، تعطيها واحد نيميرو دو بوردو، زعما تعطي واحد نيميرو. داك النيميرو هما اللي تحتفظوا به. وإلا حطيتو في مكتب الضبط تكونوا متأكدين 100% على أنهم غادي تجيكم مراسلة من الأكاديمية تتخبركم بالنقاط يا إما جايبه لكم رولفي نوت جديد، يا إما تقول لكم حقا راه ما تزاد لكم، ما تزاد لكم حتى شي نقطة. فهمنا؟ بالنسبة للناس اللي تسألوا واش ينقصوا ما تينقصوش، أنا جي جامي في شي كا تينقصوا ليها. تهضر على الجهوي، متهضرش على الوطني، تهضر على الجهوي. ما عمرني شفت شي حالة ديال نقصان. يا اما تكتبوا لك راه نقاطك وبقاو هما هادوك، فوالا، او تيقولوا لك شنو بلاتي نشوف شي اكزومبل. الا كان شي اكزومبل، فوالا، نشوفوا هاد ليكزومبل هذا. فوالا، ها هما، هذا امتحان جهوي كتبين لي تاكيد نقطه ممنوحه، تجيك رساله فوالا على ان النقطه ديالك راه هي هذيك صحيحه. او تجيك رساله تقول لك نقطتك زايد. شوفوا هذا المثال هذا دار ماده واحده، يعني كما قلت لكم ماده واحده، جوج مادات، كنت متاكد غير تصحح لكم. وخصكم تحطوه في بيرو دوغدغ ديال مكتب الضبط ديال الاكاديميه ديالكم. حاولوا تبعدوا من النيابه، ما تمشوش النيابه، سيروا الاكاديمي، هي اللي مكلفه بداكشي كامل. شنو نقول لكم، واحد الحاجه واحده اخرى، بلا كاين شي تساؤل واحد اخر. من ناحيه الريزولتا فوقاش تتبان تيسبقوا الشكايه تاع موين الباك، هما اللي خدامين معاها. وتيمشيو نتوما في الدخول المدرسي غادي تلقاو، تاع الدخول المدرسي غادي تلقاو على ان راه جاكم الجواب. باغ اكزومبل هذا جا في 21 سبتمبر، وصلت عند المؤسسه. وهادشي راه عادي جدا، لانه يقدر هذا الشيء على التصحيح يقدر يدار حتى لو 9. علاش؟ لان تيكونوا الاساتذه تيمشيو بحالاتهم. بحال هذا العام هذا لو 10 جويي غادي يديروا محضر الخروج. بالنسبه لو 10 جويي محضر الخروج، فهمنا؟ قدر تصحح لكم، كاين اللي تيبقاو لا يديروا لا يتصحوا لا تيتكلفوا بالصدقه تاع الجهوي والوطني، يقدروا يعطيهم هاد لاطاش اللي يزيدوها ليهم. كاين اللي خليوها لو ديبي دو سبتمبر، ويقضيو مسائل في نهار في يومين بالزربه وغيجاوبوكم. تنتمنى يكون هذا الفيديو هذا وضح شي بعض المعلومات ليكم زعما وتنصحكم زعما بالنسبه اللي ما عرفش يكتب الطلب خاطر يمشي كاتب عمومي يكتبوا بالزربه. والناس اللي تيخافوا هذا الشيء ما واش انت ناقصين لك نقاطك، مرجع لك من 15 ل 6، وتنقول لك سير اعاده تصحيح، تقول لا نخاف ينقصوا لي عاوتاني. اسمح لي، التفكير ديالك ناقص اصلا، ناقصين ليك وتقول لك اسمح لي لازم نقصوا لي نعاود مول العام انا من ازيرو كاع. ماشي التفكير هذا. ناقصين لك النقاط، سير هضر عليه. اما لك كنتي باغي تلعب واخويا بلا غير بغيت زعما انا عندي 15 ولقيت عندي 13، بحال هاد النقط بحال هادي راه ديفيرونس ديال 2 بوان، ما تدفعش اعاده تصحيح. هذا 15 13 تاع الماده، يعني كان عندك 15 بحال هكا في الفرونسي لقيتي 13، ولا في الطبيب الاسلامي لقيتي 13،
انا ننصحك ما تدوش. ولكن بحال كانت عندك 15 وجيتي تحت معدل 6، دير اعاده تصحيح. سيغمون كاينه شي حاجه اللي خطا، بحال اكزومبل تكون جايب 16 واوليو باش 16 داو 6 في مسك النقاط، او في حساب النقاط في المجموع كامل، او في التصحيح. مهم كان معكم مدير ديال صفحة موجه، تنتمنى لكم الخير ان شاء الله باذن الله، والله يسهل على الجميع باذن الله. و... وما قلتش لكم قبل عيد مبارك وسعيد، الله يعاونكم، بسلامة.